فيات 128. لو الفيديو اللي فات كلمتك عن ال27 وقد ايه العربية دي ممكن تفرق معاك، فركز بقى معايا عشان هقولك تاريخ وميزة وعيب أشهر عربية داست في كل شوارع مصر. العربية دي مؤثرة جدا فينا كمصريين، والدليل على ده انك زمان من 30 سنة واكتر لو كنت سألت طفل عن العربيات اللي يعرفها أكيد كان هيقولك 28 واحدة منهم. ودلوقتي لو سألت طفل عن 28 هيقولك أكيد عارفها. فعلا ما نقدرش نتخيل شوارعنا من غيرها. أول ظهور لفيات 128 سنة 1969 بثورة جديدة في التصميم من دانتي جاكوزا، والتصميم المختلف ده خلاها تاخد كارو زير سنة 1970. العربية نزلت بمحركين 1100 سي سي و 1300 سي سي، نزلت بقدرة 55 هورس باور ل 1100، أما 1300 نزل بقدرة 68 هورس باور، وال 1100 نزل ب4 سرعات، أما 1300 نزل ب5. ال 28 استمر إنتاجها لحد سنة 1984 في 6 بلدان مختلفة زي إيطاليا ومصر وسريلانكا والمغرب وكولومبيا والأرجنتين. ولكن أن تتخيل إن العربية اللي توقف إنتاجها سنة 84 الطلب عليها ما انتهاش في مصر، وده اللي خلى شركة النصر حلوان تعمل شراكة مع شركة زافيستا اليوغوسلافية اللي بتصنع قطع غيارها بالكامل باستمرارية التصنيع وتجميع العربية في مصر، واستمر إنتاجها لحد سنة 2009. وحجم الطلب ده بيدل على مدى حب المصريين لفيات 28 وقد ايه العربية مؤثرة فينا، وده نتيجة لمميزات كتير في العربية. أول ميزة تجربة القيادة. العربية دي لو شدتها وظبطتها هتديك تجربة قيادة ممتعة على الطريق، وده بسبب حجمها اللي بيديها اتزان إلى حد ما. ده غير إنها مناسبة جدا إنك تتعلم عليها عشان أبعادها المصممة بشكل يسهل عليك السواقة. تاني ميزة الصيانة اللي تعتبر سهلة جدا على أي صنايعي إنه يشتغل فيها، وده لأن الأجزاء الميكانيكية بسيطة ومش معقدة. تالت ميزة قطع الغيار. قطع الغيار تعتبر ميزة كبيرة في 28 لأنها متوفرة جدا ورخيصة. رابع ميزة فالعربية دي موفرة جدا للبنزين، وده بسبب حجم الموتور الصغير فيها. خامس ميزة سعر العربية. سعر العربية يعتبر رخيص وفي المتناول بالنسبة لناس كتير. لو في الفيديو اللي فات كلمتك عن شكل 27 وإن دي أهم ميزة في العربية بعد التعديل، فال28 عدت ده بمراحل، وده بسبب تصميمها اللي بيخلي أي تعديل أو إضافة في شكلها ينقلها نقلة تانية خالص، تخليها كده موديل حديث في نفسها. من الآخر كده ال28 لو عدلتها هتديك الكاريزما في أي مكان انت فيه. نيجي بقى للعيوب. أول عيب وزن العربية. وزن العربية الخفيف اللي هو 750 كيلو على قد ما هو ميزة في استهلاك البنزين فيعتبر برضو عيب فيها، وده لأن العربية مصنوعة من الصاج اللي بيحصل فيه برومة. تاني عيب العربية ما بتستحملش القيادة القوية، وده نتيجة للعيب الأول فيها اللي هو ضعف الصاج، يعني من الآخر بلاش تشد عليها في السواقة. تالت عيب حجم العربية. حجم ال 28 على قد ما هو ميزة للناس بتتعلم السواقة عشان أبعادها وميزة في الزحمة اللي بنشوفها كل يوم، إلا إنه بيمثل عيب كبير فيها لأي حد محتاج عربية عائلية أو محتاج عربية تكون عالية عن الأرض. أما رابع عيب نظام التعليق اللي هو العفشة. ال 28 ما بتستحملش المشي في الطرق المكسرة لأنها بتؤدي لتهالك العفشة، إلا بقى لو أنت مهتم بصيانتها بشكل دوري. آخر عيب اعتمادية العربية، وبصراحة مش عايز أقولك إن ده عيب، لأن لو اهتميت بيها وبصيانتها بشكل دوري العربية دي هتسد معاك في مشاوير كتير انت محتاجها، والدليل على ده انك بتشوفها على طريق اسكندرية وشرم والغردقة. اسمع يا صاحبي، لو انت شايف انك قادر تتعامل مع عيوب العربية ال 28 وال 27 اعتمد وهات العربية دي وانت مطمن، وده لاني شايف ان عيوب ال 28 مش عيوب كارثية، بالعكس سهل جدا تتكيف مع العيوب دي وتتغلب عليها. العربية من وجهة نظري تعتبر قيمة جدا مقابل سعرها الرخيص، وده بشهادة أغلب الناس اللي جربتها. اوعى يفوتك الفيديوهات اللي جاية أو اللي فاتت. اعمل لايك وسبسكرايب واستفيد وتابع كل جديد. سلام يا وحش.